تعالوا بقى اشربوا معايا شاي بعد يوم طويل. النهارده كان يوم كله هلكة، هتشوفوا في الفيديو. بجد انا بصور لكم الفيديو بسجل لكم على الفيديو ده في نفس اليوم اللي انا مصوره فيه. بصوا قاعده بجد يعني خلاص فيصت زي ما بيقولوا، وبشرب شاي بالقرنفل. يا مساء الخير والهنا والسعاده والرزق الواسع، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها. معلش بقى عشان جنبي ولادي بيكلموا بعض وكده. ابني نزل جاب لي شويه الحاجات دي للفطار، عشان على قد ما نقدر بنمشي على النظام بتاعنا. جبنة القديمة دي خارج الموضوع، كل يوم في الفطار لازم في حاجة حد من الأسرة بتاعتي طالبها خارج النطاق. عايز جبنة قديمة وعليها حبة زيت، تمام قوي. جبنة توست، كيس التوست ده ب20 جنيه. كنت جايبة واحد امبارح بالليل، ما اخدناش منه غير 2. فجبت واحد كمان معايا. طب انا هصرف يا اوشا كل يوم 20 جنيه على التوست منين؟ بصي يا حبيبتي، ده انتي لقمتين منه كانك كلتي فرخه لوحدك. اعوذ بالله الشر بره وبعيد بعد الشر، عشان ما بناكلش فراخ. بجد الاتنين توست منه رهيبه رهيبه، هيملى بطنك وهتشبعي جدا جدا جدا. اقسم بالله انا باكل واحده ببقى حاسه ان انا كلت دنتي خلاص، لان كل ما بتخفي في اكلك كل ما معدتك بتحس ان هي بتصغر، تقدرش تستحملي الكميات اللي كنت بتاكليها قبل كده. وجاب لي كيلو طماطم، وهجيب برضو انا طماطم معايا تاني وانا جايه. كيلو الطماطم ب25 جنيه. طبق اللانشون ده كله بسم الله ما شاء الله كتير جدا ب20 جنيه. وطبق الجبنه التركي كل ده ب30 جنيه. فطبعا مش كله بيتاخد يعني مره واحده. لو انت اسره زي اسرتي كل واحد هياخد قطعتين لانشون وقطعه جبنه تركي. هي دوبك هيبقى هو الفطار، وده شكل فطارنا. وبعد كده رحنا جري لبسنا عشان خارجين نازلين نجيبوا شويه حاجات من السوق. ولادي عايزين طبعا. انا ما عدتش بعمل فراخ خالص خالص، وان شاء الله ربنا يقدرني واتن متماسكه كده وما دخلهاش بيتي تاني، ولا هي ولا البيض. وده مش رفض للنعمة والكلام الفاضي اللي بيتقال ده. لا طبعا، ده حاجة عرفنا ان فيها اذى ومرض وهرمونات، وهي اللي عامله لنا كرش وبطن وقلابيز وبلابيز وحاجات تلاقيها مدلدله منك كده ما تعرفيش طلعت لك امتى، وانت اصلا مش بتاكلي، يعني بتاكليش للدرجات دي يعني. فاكرين شكلي كان عامل ازاي؟ بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. ده البلوزه واسعه جدا، اقسم بالله انا ما كنت عارفه البس اللبس ده قبل كده. المهم خدنا صورتين كده قبل ما ننزل، عشان احنا مش هنعرف قصدي واحنا قدام بيتنا كده، عشان مش هنعرف نصور في السوق. ما بعرفش اتصور خالص. كل بقى بيقعد يسالني اسم قناتك ايه. حاجه كويسه، بس انا بتحرج يا بنات والله. المهم فقلت كده اخد لكم كام لقطه من الاوتفيت بتاعي زي ما بيعملوا اليوتيوبر بقى الجمال دول. قلت اعمل مره كده يعني. تعالوا بقى نكمل الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. ايوه. ايه العسل ده؟ حفظتي التقديمه؟ حفظ. اخيرا جبت الحاجه اللي نفسي فيها. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بصوا صوتي متدمره في ايه؟ مفيش حاجة هتبقى. سيبي لو سمحتي الديل بتاعي. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. تعالوا بقى شوفوا الحاجات اللي احنا جبناها. نزلنا كده جبنا شويه حاجات على قدنا كده وجينا. اهم حاجه جبت ايه؟ اخيرا حفاظا على التليفون، حفاظا على حياتنا. عشان بنبقى بنحمر حاجات وهو قاعد بيبقى هينزل عليها كده يكسر الدنيا. تعالي الاول نعمل صوره عشان خاطر ايه اسمها ايه؟ هنصور برينج لايت. كنت بقول لك التتر تقعدي تقلسي وتضحكي عليا. هتتصوري تقولي لي يا ماما انا بنزل مسلسل، هتعملي لي صوره للتتر. اقفي بقى على راحتك. مش عارفة ايه ده؟ مش لا عارفة. سيبي ايديكي. ايوه كده، بصي لك. مش عارفة والله. اقفي. تعالي عشان مش عارفة اعمل المهم ايه. افتحي بقى كده. انا هفتح وهظبطه معاكم يعني. جبنا اخيرا ستاند. هو الحمد لله الستاند ده
كان هيولع فيا كذا مره والله العظيم. ابقى بحمر مثلا سمك بطاطس بعمل اي اكل وهو ضراب بيبقى عايز ياخد غطس. طبعا انا ايه بقطع كل الحاجات دي عشان ما اوريكوش المواقف وطرائف الجميله. يا رب الصوت يكون واضح بس. عقبال ما ان شاء جبت لك الله مايك. مايك. كنت لسه هقول لك نورة اللي جابتهم لي دي يا بنات، ربنا يبارك لي في عمرها وما يحرمنيش منها ابدا. فعلا تمام زي ما هو كده. ايوه ما هو كاتب عليه ايه. يلا يا كوكي هتركب لنا بقى الرينج لايت عشان نصور ونشوفوا الاضاءه احسن ولا ايه؟ تقولي الاسعار؟ لا مش مهم. عشان لو حد ماشي. دي عامله 400 جنيه بس ايه ما شاء الله متينه وجميله جدا. اصبري عليا عشان متينه وتقيله جدا 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 عشان كل اللي شفته في السوق خفيف ورق. لا ده بيتشد ده استني المسمار والله. انا فكيت المسمار. اربطي بقى بس على مهلك. طب ايه ما تفتحوش اكتر من كده عشان ما ياخدش انا عايزه اشوف مكان. الوقفه ثانيه واحده بس عليها كده كويس. طب نسيبها هي بقى تركب لنا الستاند وهي واقفه معانا كده. وده طبعا ايه اوريهولكم الرينج. عامل كام ده؟ عامل 375. ماما انت هتعوزي تقولي كده ولا كده؟ ما في تاني طول. ايوه انت هتعوزي. لا كده كويس قوي. ده الرينج يا بنات. استنى هوريها لكم بقيت طوله. هو طويل قوي ما شاء الله والله. ما نفس الطول التاني على فكره القديم. لا ده كده طويل. ده الرينج يا بنات عامل 375. اخدته منه عشان هو طبعا معرفتنا تحت بيتنا جارنا يعني. هو طبعا مش باين في الكاميرا طوله. مش باين. هو طويل قوي. ما شاء الله الله اكبر. هو على فكره اطول من ده من ايه يا كوكو؟ اطول من ده. ماشي يا حبيبتي. انا مش عارفه هم عاملينه طويل قوي. هو كان منوره بشاحن تحت يا نور. اه طب احنا هنجيب شاحن منين ده؟ رش احنا اي رش شاحن؟ طب تمام. استني بس ثانيه هعمله لك انا طيب اعمل. ده الكرتونه بتاعته ده نوعه وده شكله عشان لو في حد هنا صاحب قناه وعايز يجيبه خطير تحفه من انضف الانواع. تمام اهو عشان لو حد عايز ياخد له سكرين. بس كده نرمي بقى الكرتونه نبقى نطلعها بقى. تعالوا بقى اوريكم احنا جبنا ايه على بال ما نزليه شويه لو هو عالي قوي عالي قوي. من هنا. تعالوا يا كوكي اوريكم انا جبت ايه يا كوكي. عايزه معذرة البرد. عايزه مناديل يا كوكي. مناديل؟ والنبي ايه رايك؟ عايزة اعرف تفتحيه. حلو تعالي كده عشان تسلمي على خالتاك وتعالي عشان هما بيزعلوا مني اما مش بيشوفوكي. تعالي هنا اقعدي. ماما انا سلمي عليهم بس. طب هي انشف. عملت استئذان. طب بس سلمي عليهم وقولي لهم كل سنه وانتم طيبين. لا انا هيزعلوا والله مني. ماما انت ليه مستخدمه ده؟ بصي. ايوه ما على بال ما نوره بس تركب ده. قولي لهم يلا كل سنه وانتم طيبين يا خالتات واحدفوا لهم بوسه كده كبيره. شكرا. يلا باي. اوعي تكعبلي فيه تقلبيه ده انا مصلباه خلي بالك. تعالوا نشوف بقى جبنا ايه. جبنا بطاطس تحمير زي العسل اهي. الكيلو في محطة مصر. أنا كنت في سوق محطة مصر. الكيلو ب10 جنيه في محطة مصر وأحلى من دي. عندي هنا ب15 وب13. جبت من أم 13 هي يعني عند ناس واحد ب13 وواحد ب15. جبت 4 كيلو ب50. وجبت كيلو طماطم واحد بس عشان كيلو البطاطس. أنا جبت 4 كيلو عشان انتوا عارفين بقى ايه نظام الطيبات انا ماشيه عليه الحمد لله. ايه رايكم؟ قولوا لي. انا الهدوم دي واسعه. ايه رايكم؟ خسيت كتير صح؟ فاكرين الكرش اللي كان بيبقى في الكاميرا سابقني داخل هو يتعرف عليكم؟ راح الحمد لله. بصوا والله العظيم الحمد لله بجد. ده كمان البلوزه واسعه ما كنتش بعرف البسها دي يا بنات. لا هي ولا البنطلون ده اقسم بالله ما كنت بعرف البسهم خالص. بقالي سنتين مش عارفه البسهم. بصوا يعني ولسه يعني ده امتى قد ايه كده 10 ايام بالظبط صح ان انا مش الراجل قال لي كمان 10 شهر أيام. هتختفي. ازاي كمان شهر. راجل تحت سوبر ماركت اللي تحت بيتنا
فاول ما شافني بيقول لي خدي كرتونه بيض، كرتونه البيض ب 80 جنيه، خدي لك كرتونتين. ما هو متعود بقى انا بروح اخد بالكرتونتين. فقلت له لا، البيض ده خلاص ما عدتش هقرب له تاني ابدا. راح قايل لي ايه ده انت مشيتي تبع الطيبات؟ فبيقول لي ان انا بقى خلي بالك يا نوره امك هتدوب منك ما عادش بقى بني ادمين. فاحسن طبعا يعني الحمد لله. التخن ده مرض اصلا. حلو تعيشي يا نانا. ايه رايكم؟ عايز ينزل شويه ولا هو كده تمام؟ هاخد بقى التليفون. هفصل بس على بال ما انقل التليفون بقى في الاستاند ده عشان نصور بيه. قولوا لي بقى مبروك، قولوا لي عقبال غسالة الاطباق يا رب. خلاص اهو شغلنا الرنج اهو. ولسه على فكره لمبه اللي عندي الاضاءه زي الزفت. طب انا حاسه ان في خيال برضو، عايزه رنج اكبر ان شاء الله بقى ايه قدام. ده طمع. المهم طمعانه في بس ده حلو. لا والله ربنا ما يحرمني منك ابدا. ايوه في قلب كمان العلبه مش مش في دلابي. لكن التاني ده لا مش جبت دي عباره عن ورقه كده بيتكتب فيها ايه ملاحظات، يعني بما ان اختكم عندها زهايمر بتتحط على الثلاجه. المهم الورقه اهو ورق كده بجميع الالوان عشان لو في حاجه تحطي على الثلاجه تفتكريها على طول بما اني عندي زهايمر قاتل. المهم هنا حاجات بتاعت نورة فرش عشان نورة مدمنة بتحب التلوين وكده. ودي اسمها ايه يا نانا؟ بالة الوان اللي هي بتدوب فيها الالوان الميه وكده. ودومه وبرايه وحاجات كده بتاعت ايه التلاميذ الصغننين. اتفضلي يا ستي. مش هي اللي مودياني كمال سعد؟ كمال سعد تجيبي دول. المهم خلاص صورنا دول. جبنا ايه تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت دول. طبعا انا اخر يوتيوبر او اخر حد في العالم يجيب الحاجات دي، بس يعني الحمد لله عشان ما ربنا كرم او ما ربنا سمح. هو ربنا سمح. ودول بكام؟ ب 40 جنيه والله. قالت لي والنبي يا سيدي. طب والله العظيم ساعات بتقف على 20 جنيه. ماشي. فالحمد لله امسكي يا نانا في الباسكت على طول. مبروك عليا. صح. بس الإضاءة هادية. ما على قد بقى ايه فلوسه يعني حلو. رضا اما هو ب 350 جنيه. منور. كويس. حطي اللمبة عشان اللي طيب. تحت عامل 850 الكبير قوي. بصوا يا ولاد الله. دي كده قطعات. بصي يا امال واحده للسمك وعشان كل حاجه تحبوا تقطعوا عليها ومش ماما أنا غاليين. عايزة أعمل بيتزا. دولت عاملين 40 جنيه. مفيش حاجه هتتعمل بدي ابيض. روحي اعمليها بره. اما تتجوزي اعمليها في بيتك. هاتي دي ولا بيتزا ولا مش بيتزا. كده كده بحب الأمثال. بصوا بقى جبت دولت ال5 متر ب 100 وكام يا نانا؟ 125. 125. 125 معلش. 125 دول 5 متر اللي هي بتبقى ايه سيليكون دي عشان لما نعمل بقى تنظيفات مع بعض في المطبخ. هنا حبيبات كده وهنا ساده. ماشي. دي عامله 5 متر. على الحبيبات صح؟ في إيه. الثلاجة كده على الحبيبات. لا كانت في واحده بتقول خليها على الوش ده على السيدة. بس ازاي تتحط على ده ينزل فيه حاجات. يبقى الحبيبات هي اللي بتبقى بره من فوق. هي حتى هنا باهته اصلا مش هينفع تتحط لازم هنا عشان اللون يبان. ايه رايكم في الشكل؟ جايبه برتقانه كده ولا ليمونه مش عارفه. ليمون. واحنا ماشيين بقى في المنشيه في شباب بتبيع الكوبايات دي وقعد والنبي عشان خاطري لا انت واقفه والنبي لازم تشوفي والنبي عشان خاطري يا امي ومش عارف. قلت لك يا قلب امك تعالى. ودخلت عشان اشتري راح كان عايز يدينا 4 من دول. دول لا كفايه عليا دول قوي. بصوا هوريكم شكلهم اهي يا بنات. ده الشكل. تشرب فيهم قهوة. صغننين قهوه شاي كده على قدي. انا مش عايزه اشرب شاي اصلا عشان الشاي كمان من ضمن الحاجات الممنوعه. هاتيلي منديل يا كوكي. هاتيلي منديل. هاتي دي صرصور. معلش هاتيلي منديل. انا موافقه. صلصال. ايه رايكم؟ اهم دول كده 6 عاملين 65 جنيه الواحدة.
الواحدة ب65، الاتنين ب130. وعلى فكرة كان عايز يديني كمان يعني بتاخدوهم منه الاتنين ب100، بس هو ما هنش عليا الولد، يعني ما هنش عليا. ده اللي طلع خد منك. كده. ماشي. انا موجودة يا ربي، ده انت لو بتشحتيني مش هتعملي فيا كده. هطلع انا اجيب لك له. ده ايه ده؟ لو بتصرفي عليا يا مكة مش هتجيبي لي منديل كده، منديل ده ماسك اللي هو زي بتاع ايكيا بالظبط. جبته برضو كده، ده كان عامل كام؟ 50 جنيه. عامل 50 جنيه سيليكون، واللي هو بتاع التقليب التحمير والحاجات دي. بصراحة يعني انا الحاجات اللي عندي باظت، فجبت ده عشان هرميهم، فوكو. ما عدا الستانلس. شكرا. كل ده لا هو هو انتوا بتفتروا ليه؟ بتفتروا يعني، لا كده عاجبني ولا كده عاجبني. ايه الست دي؟ ده هيك. خلاص هشيل الحاجه دي وبعدين نشيلها مع بعض كده. اخلي الكوبايات دي بره وادخل اغير لكم ولا تشيلوهم؟ لا شيل. طب وايه الكوبايه دي تقع تتكسر؟ اركنيهم هنا دلوقتي عشان دي كرتونتها مفتوحه. بس هطلع نشيل الحاجه بقى عشان اوريكم ايه الحاجه في محطه مصر. تعتبر يعني بنص الثمن، بنص الثمن بجد. ايه الاسعار دي؟ ارخص سوق في اسكندريه كلها سوق محطه مصر. جبت كيسين المكرونه دول، هعمل منهم واحد النهارده على الغدا. الاكياس دي انا عايزه اشيلها، الاكياس دي انا عايزه اشيلها في الشنطه. خليها دلوقتي هنا كده عشان بينفعوني في الباسكت الصغير. عايزه اشيل بس الحاجه دي مش عارفه اشيلها فين. تمام. والقطعات دي انا اشوف لها مكان دلوقتي. حطي لنا الحاجات تحت. لا خليها هنا جنبي. اما نسق لسه الدولاب ينام. البطاطس بحط بقى البطاطس والحاجه في التربو الاخضر والطماطم جوه. مش حاطه مكان، هنشوف. انا مش عشان ما اطولش عليكم الفيديو على الفاضي. حطي دي في الحوض عشان تتغسل. لا ما دخلت الحمام، ممكن افتح خلاص الفيديو مفتوح. اختي خلاص روح. ماشي يا حبيبي، هتخلص وتيجي هتعلم معايا. بصوا بقى بنات، جبت عصبان من هناك من محطة مصر. حصل. هو انت واقفة تأيدي؟ هو انا كدابة وانت طالعة تقولي حصل ولا ما حصلش؟ في ايه يا بنتي؟ اطلعي بره، اطلعي بره. هيشالي معزة كده. خلاص. لا الرنج يعني انا جايبه لها الساعه ب 1000 جنيه. بصي المية تسيبهم بقى طبعا الغسل على طول. بصوا بقى، خليكوا شاهدين عليها انا طالعه. لا والله ابدا، ده انت قلبي يا اخويا، ده انت قلبي، ده انت الحته الشمال. جبت لحمه راس. قلبي يعني قلبي يا ناس. جبت لحمه راس الكيلو ب 200 جنيه. بالله عليكم انا لحمه الراس دي ما اشتريتهاش بقالي 3 سنين. فقولوا لي انا كده ايه، انضحك عليا ولا هي فعلا كده سعرها كده؟ جميله جدا جدا. قولوا لي عشان انا مش هاكلها. اهي يا بنات ريحتها تجنن. طبعا. اقسم بالله ريحتها تجنن. تاكلوها بالهنا. وطبعا في زيها واحده كمان اختها اهي. انا مش هاكلها. ما انا عارفه يا نانا خلاص. ده كيلو ونص لحمه راس، عملوا 300 جنيه، يعني الكيلو ب 200 جنيه. وجبت كرشه. الموضوع كبير. استنوني. اجيب بلاستيكه. نعم مش موافقه على. انت مالك؟ انت ليكي اكلك تاني خالص، ما مالكيش دعوه بينا، احنا عالم متشرده. جبت بقى هنا ايه؟ كرشه وعصبان. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت عصبان عشان الهانم ما بتاكلش الكرشه ولا لحمه الراس. ولا لحمه الراس. ايه يعني؟ هبقى اجيب لك انت لحمه الراس. مش واثقه فيك. بصوا بقى يا بنات، جبت كيلو بس عصبان، كيلو واحد على قدها. تمام. وجبت الكرشه ما شاء الله تحفه، تاكلوها في الهنا يا رب. جميله. بكره بقى نعملها مع بعض في الفيديو باذن الله، اوريكم طريقتي في عمايلها ازاي.
هو الكيسه رافضه تتحط. ايوه هي فعلا رافضه. بسم الله بسم الله. كيلو بقى الكرشه بكام؟ بكام هناك؟ ب 80 جنيه اهي. بسم الله ما شاء الله تحفه. وهو منضفها بيقول لي بميه سخنه مش بكلور ولا حاجات كده. وده طبعا كيلو ايه العصبان. وحط لي حلويات، حط لي حلويات قال لي اعمليها مع الكرشه. بس الحلويات دي هديه مجانيه. عباره عن ايه؟ مش عارفه بس هي حته في من ضمن يعني ايه الكرشه كده. دي كمان مش الكل. ما انت من عارفه. تمام يا بنات. دي بقى نعملها بكره. اروح بقى ايه احطهم على رف التلاجة وهقطع اللحمه وعشان اشيلها واوريكم السمك. نجيب بقى نجرب القطاعه. هو انت يا ما انت السكاكين حمسيها؟ لا عايزه تعمليها لي حمسيها وانا عشان الصوت بس والفيديو اما نخلص. هقطع بقى اللحمه هي كمان وهشيلها. دي بقى هتنفعني في ايه؟ في صينيه بطاطس. وبعدين مش غاليه. ايه؟ وريتيهم المسام؟ وريتلهم المره اللي فاتت. طب تعالي امسكي معايا. مش عارفه عشان السكينه تعبانه نفسيا. معلش عشان خاطري انتي كوكي حبيبي. امسكي معايا. عشان خاطري امسكي لحمه. لا اقطع ايدي. لا مش هتقطعي ايدي. امسكي ونشفي. اتفضلي يا ماما. نعم. اتفضلي يا حبيبي. اتفضل ايه؟ سيبها حطها لي بره؟ في التلاجة على الرف يا سونا. حرام والله دي نعمة ربنا بجد حرام. انت خلي الراجل يقطعها. والله وانا بعمل في نفسي كده ليه؟ عايزة أي حاجة تانية يا مامتي؟ تعيش يا ابني. مبروك عليكي الاستاند يا قلبي. ميرسي يا سونا ربنا يخليكي يا قلب ماما. ربنا يخليكي ليا. يلا امسكي جامد. هو انا ما خليتوش يقطعها ليه؟ انا عشان ما اطولش عليكم. ثواني. خلاص نورة ربنا يسعدها يا رب. سكت لي السكاكين. قصدي قسمتهم اهم على كومين كده. وهنعمله بقى ايه؟ ايدي مكانها ايدي ملح نفضها لي. هنعمله بقى ايه طقتين يعني. هحطها في بطاطس مرة تانية ملح صح؟ مش عارفه تقريبا. ملح اهي دي كده. هعمل بيها ايه؟ صينية بطاطس في يوم. تعدي معايا الدنيا. فاهمين قصدي؟ بما ان بقى مفيش فراخ عشان انا ما طيبونا وطيبونا. ربنا يا رب يهديكوا وانتوا كمان تبقوا طيبونا انتوا كمان. وانتوا معايا اصلا طيبونا خلاص صح؟ اكيد. قلت لك نفضي لي دي انا نحطها من العيش. كان فيها عيش. الكاس دي بيجيبوا لي فيها عيش بشيلها احط فيها الحليب. ربة دي كده. الأسرة منع الدخول للفراخ البيت والبيت. ايوه بالظبط. احنا هناكل ايه؟ اتمنعنا عنه. ليه؟ بالظبط. قلت لهم اللي عايز ياكلها يروح ياكلها بره. بس انت بتسمح ناكل من بره. كمل. خدي يا لولو حطهم لي في الفريزر بتاع التلاجة في الديب الدرج فريزر؟ الأخير. في الديب فريزر في الدرج الأخير. دي خلاص كده. نروح بقى نغسل ايدينا ونرجع تاني اوريكم الحاجة. اقفل؟ وقفي بس على بال ما اغسل ايدي وارجع. بصوا بقى يا بنات جبت ايه تاني. طبعا الشنط القماش دي هتتغسل. سمك التونة جبت سمكتين تونة زي بتوع المرة اللي فاتت اللي احنا جبناهم. بكام بقى هناك في محافظة مصر؟ ب 80 جنيه الكيلو. انا كنت جايباه من هنا ب 120 جنيه الكيلو. من هنا ب 120 جنيه الكيلو. نفس السمكتين بنفس الوزن كانوا عاملين 240. جبتهم من هناك دول عملوا 205. هو عطاهم لي اخدتهم ب 200 كمان. يعني فاهميني؟ يعني انتوا واخدين بالكم الفرق 40 جنيه في السمك؟ نفس السمكتين هما بصوا ده انا حاسه ان دول اكبر كمان. وعلى فكره وطازه. هو سمك متلج اصلا اللي هو سمك التونه. وطازه ومية مية. مش هتقطعيه بالمرة؟ لا مش قادره اقف والله يعني. طيب. اهو كده تمام. اهو السمكتين بصوا هتحسوهم اكبر من بتوع المره اللي فاتت. طبعا الكاميرا من بعيد فمش عارفه بقى جايباهم ايه. ماشي. وجبت السردين من هناك عامل كام؟ استني عايزه كيسه كمان حتى لو الوان. ما كده ايه. دي بلاش اسود بس. جبتهم من الفرق 40 جنيه. والسردين جايباه من هناك ب 50 جنيه الكيلو.
اللي هو السردين اللي هو مش البلدي البلدي، هو التاني ده فيه ايه؟ كيسة منفوخة بس من تحت. ماشي. عايزه كيسه للسردين. انا كنت محوشه اكياس كتير جدا، مش عارفه اخواتك اهو. نورة وراكي اهي، وراكي اهي نورة. ايوه في الارض اهي، وقع. ايوه صغننه مقطوعه. طب ارمي يا بنتي، ربنا يهديهم. ايه مفيش غير الزرقاء دي؟ كبيرة اوي. حطي في كيس التلاجة. كله صغير كده. حطي في كيس التلاجة بقى. لا كيس التلاجة اصغر. قلعها. اهو يا بنات ده السردين، عايزه اوريهولكوا بس. ده السردين عامل 80 جنيه. هو انت انا هشيل الحاجه عشان هو انت بجد انا جايه تحفة. من السوق مش قادره. ماما نعم دي بجد تحفة. انتي اللي قمر. بصي جبت كيلو، فاهمني؟ شفتي نيتك هتحقق. هشيله واما اجي بقى اعمله ابقى اغسله كده عشان انا بجد مش قادره اقف. امي نعم يا قلبي ماما. نيتك حققت ازاي بعد فراشة ماشية؟ امنيتك اتحققت ازاي؟ ايوه مع فراشة مك. مع الفراشة ربنا مكة. يخلي الفراشه مكه. تمام. هشيلهم بقى كده. دي فريزر برضه. بس مش الدرج اللي فيه لحمه، اللي فوقيه اي درج تاني فاضي؟ فاضي. معلش ينام. على ايه بعد؟ يلا يا قلبي ربنا يهديني منك. خدي بقى كلفتيهم كلفتة حلوة كده وحطيهم عشان بجد مش قادرة خالص خالص خالص. هروح بقى كده ايه اغير هدومي وايه واشوف ونشوف هنكمل الفيديو ازاي. هنعمل بقى الغدا مع بعض وكده. اتمنى ان انا اكون فدتكم باسعار باي حاجه واكون يعني ادخلت عليكم البهجه كده. يلا نكمل الفيديو مع بعض ونشوف هنعمل غدا ايه. دخلنا بقى مع بعض كده على ان احنا نعمل الغدا على طول. الصبح كان سونا وهو بيجيب لي الفطار، خليت له جاب لي نص صدق ونص كبده وهعملهم الاتنين مع بعض كده. امبارح شفت فيديو لحد على النت بيعمل ايه بقى في الريلز كده، بيعمل كبده وفشه وصدق ومش عارفه حاجات كتير كده. فبصراحه منظرهم شهاني جدا جدا. طب انا عايزه اعملهم وفي نفس الوقت عايزه اعمل حاجه على قد الايد. قلت تمام يبقى نجيبه نص كبده ونص صدق. ده صدق اللي هو ده الكبده اللي هي المجمده دي، جبت نص كيلو ب100 جنيه وجبت نص صدق ب100 جنيه برضو وعملتهم مع بعض. وحتى رحنا عند الجزار البلدي عشان نجيب فشه، بس للاسف كان خلص لان الوقت ايه يعني كان لسه بدري، ما عندوش من امبارح لان حسن جايب الحاجه الصبح، كان لسه ما نزلش ايه الحاجه يعني اليوم الجديد وكده. تمام. فزي ما انتوا شايفين كده مسكت بقى الصدق كده برضو، رغم ان الصدق من عند الجزار المجمد بس بجد كان خطير، كان تحفه نضيف جدا جدا الحمد لله. بس هاخدهم بقى احمرهم كده. حطيت بصوا بمقام فصين توم بالعدد. شفتوا اختكم بقى اللي كانت بتكبش بالمعلقه كده وتعمل فصين توم والله العظيم، وعامله بحط التوم وانا متضرره اصلا. ما كنتش عايزه احط تومه خالص، عايزه احاول على قد ما اقدر امشي على نظام الطيبات على قد ما اقدر. فايه يعني هنشوف لحد ما ان شاء الله بقى نتعلم حاجات جديده بعيده عن التوم والبصل خالص. مكة جايبة ما بتاكلش الكبدة، فرحت حاطه لها كام صوبع كده معروفين عشان اعرف اطلعهم واعملهم لها في سندوتشات في اللي هو التوست ده. وجبت فلفل الوان. الفلفل الالوان ده برضو من ضمن الحاجات اللي الدكتور قال لنا عليها زي الكاوتش، يعني تعتبر بتبقى صعبة على المعدة ان هي تتهضم وكده. فانا كان عندي في الديب فريزر قلت ايه يعني مش هرميه، انا جايباه ما شاء الله الفلفلتين كانوا عاملين 4 فلفلات كانوا عاملين 80 جنيه.
فدول اخر حبة، فقلت بقى ايه استخدمهم كده، وفي نفس الوقت اديهم تشويحة كويسة بحيث يدوبوا شوية ويبقوا سهلين معانا في الهضم وكده. فاهو بحمر بقى على جنب الصدق ده عشان مكة، وعشان خايفة ياخد حموة من، عشان قطعت كام فلفل، كام واحد من الفلفل الحامي، فكنت خايفاهم يحموا يعني يبقوا حاملين عليه. وحبة خل، وحطيت حبة ملح وفلفل اسمر بسيط جدا، بس ده اللي انا حطيته يا بنات على الكبدة. وحطيت حبة كزبرة كمان، يعني حاجة حبة كزبرة بساط كده. بس والله العظيم كانت تجنن. انت عارفة بقى لو عندك حتة دهنة بلدي يا سيدي يا سيدي ادعيلي، كانت مشهية وتحفة. وعملت جنبها رز ابيض عشان احنا طبعا يعني بنحاول نبعد عن المكرونة، رغم ان ولادي يعني عايزين مكرونة. قلت لهم بصوا يعني كل شهر كده ممكن اعمل لكم مرة مكرونة، لحد ما ربنا يعافينا كده ونبعد عن اي حاجة معمولة بالدقيق الابيض. رز ابيض اهو، رز ابيض بحتة زبدة بس. وحطيت كده لكل واحد طبق، وجنبه ايه معلقة كبدة بالصدق. والله العظيم كانت سكر سكر سكر. بألف هنا وشفا على قلب ولادي وقلوبكم يا رب يا حبايب قلبي. عايزه بقى تجيبي كيس شيبسي من تحت، عايزه تحمري حبه بطاطس جنب الاكله العسل دي، وليمونتين معصفرين كده من ايد اختكم، يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يعني حاجه كده فاخر من الاخر، سكر سكر سكر. الحمد لله على نعمه ربنا علينا. هبتدي بقى اعمل لكل عيل من عيالي كده الاطباق دي، وبألف هنا وشفا. معلش بقى مكة حسن بيلعبها جنبي، بيعمل لها بالصلصال اشكال وكده، فعمالين بقى يلعبوا ومش عارفه صوتهم باين ولا لا، فسامحونا يعني. بتمنى ان الفيديو النهارده يكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم وينور رضاكم. وبالله عليكي ما تنسي بقى اختك في لايك حلو كده، لان بجد الفيديو النهارده انا تعبت فيه جدا جدا جدا. ودعوة حلوة من قلبك لأختك حبيبتك، ويا رب أشوفكم في أحسن حال، وربنا يحقق لكم كل ما تتمنوا يا رب. اللهم آمين يا رب، يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، ويرضيكم في ولادكم وفي بيوتكم وفي أزواجكم. اللهم آمين. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.